السلام عليكم الغزالات، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم طبخ مليكة أم ياسر. نبداو الفيديو ديالنا كما العادة بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم الغزالات جبت لكم واحد المسمن مغاير، واحد المسمن كيجي رائع. حشوة اللي هي ما هي شيء اعتيادية، كتجي فيه غزالة، كيجي مورق، تيجي مقرمش، كيجي واحد المذاق اللي خيالي. ساهل، بعجينه اللي هي بسيطه. من اروع والذ ما غادي تكونوا غادي تجربوا ان شاء الله، ونتمنى انه يعجبكم وجربوه ما غاديش ندموا. كيجي كيف قلت لكم رائع رائع رائع. التوريقه يا سلام يا سلام. اما القرمشه غادي نخليكم تسمعوا وتحكموا. غادي نبداو بالمقادير على بركه الله. عندي 400 غرام ديال دقيق الفورس، ما عندي 4 الكؤوس، وعندي 100 غرام ديال دقيق الفينو. غديروا كاس. عندي الملحه على حسب الذوق. عندي معلقه ديال الزيت، وعندي معلقه ديال سكر سنيده، وعندي نص معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه، ممكن تستغنوا عليها لما بغيتوش. وعندي الماء الدافئ، ما يكونش سخون وما يكونش بارد، فقط كيكون دافي. ودابا غادي ندوزو باش غادي نجمعوا هاد المكونات، وغادي نجمعوا العجين بدون دلك بدون تعب، يعني بدون ما تدلكوها، فقط جمعوها وتكون شويه خفيفه صافي. وغادي نعملوها في بلاستيك وغادي نخليوها ترتاح. غادي نجمعها بالماء كيف ما غادي تشوفوا معايا، وما غاديش ندلكها تماما، فقط غادي نجمعها. ومن الاحسن تكون العجين شويه خفيفه، ما تكونش ثقيله كيف ما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. صافي غادي نجمعها، راه كتشوفوا ما شاء الله بانها راه خفيفه. صافي كنحصل على هذا القوام هذا ديال العجين اللي بغيت انا. غنديها ونجيبها غير تمزج لينا دقيق. شوفوها نتوما راه ما مدلوكه ما حتى شي حاجه، راها باينه واضحه، ولكن راها خفيفه شويه. غندهنها شويه بالزيت. غادي نعملها بلاستيك غذائي ونخليها مده ديال ربع ساعه حتى نصف ساعه، وخليوها غادي ترتاح وغادي تدلك ليكم. ومن بعد ان شاء الله نتلاقاو باش غادي نكملوا العجين ديالنا. من بعد الغزالات مرتاح لينا العجين، صافي غادي نزولها وغادي ان شاء الله نعملها كويرات. غادي تعطينا 16 كره، يعني حجم صغير، لان كل ملويه غنديروا فيها جوج ديال الكويرات، كيكونوا حجم واحد البنات وما تكبروهمش. الا بغيتو المنويات ديالكم كبار اللي غتكبروا الكريسات، بغيتوهم صغار بحال اللي عملت انا، راه غادي نصغروا الكويرات بهذا الشكل هذا. صافي غادي نكملهم ونخليهم يرتاحوا مده ديال 4 ديال الدقائق. من بعد ما ارتاحوا كيف ما كتشوفوا معايا، هنا عندي الزبده خاصه بالتوراق. هنا كنستعمل لده لان بزاف البنات كيسولوني، كنستعمل لده. وهنا عندي الزيت، وغادي نبدا على بركه الله. صافي هنا كناخذ الزيت وتنبدا تنورق وتنسرح في العجين كيف ما كتشوفوا معايا، غير بشويه حتى وكان كتسرحوها. وهنا خص باش غتجيكم الملويه مورقه، ضروري البنات انكم غادي تورقوها مزيان حتى وكان يبان سطح العمل، لان الا ما ورقتوهاش وما سرحتوهاش مزيان راه ما غاديش تجيكم المسمنه مورقه. يعني خصكم تخدموها مزيان كيف ما كتشوفوا معايا انا كنخدمها حتى وكان كيبان سطح العمل كيف ما كتشوفوا معايا. يعني الخدمه ديالها راها ساهله، غير بشويه بشويه باش تجيكم النتيجه هي هذه. كنا غندير واحد المعلقه اللي متوسطه ديال الزبده، ما تكثروش الزبده بزاف. غنعملها على شكل مسمنه كيف ما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. وهنا غادي نبداو نعملوا الحشوه، يعني حنا كنعملوا الحشوه. بالنسبه للحشوه عندي هنا الكونفيتير ديال المشماش، وعندي هنا الكاوكاو اللي خديته حمرته وهرمشته. تنخليه هكا ما تنغربلو ما حتى شي حاجه. كنحصل على هاد القوام هذا. صافي هنا غادي نعمل الكونفيتير كيف ما كتشوفوا معايا على وجه ديال العجين. وغادي نعمل كاوكاو. صراحه واحد المذاق اللي كيجي خيالي البنات، خيالي خيالي، شي حاجه طوب ديال الطوب. وصافي غادي نبدا كنلويها على شكل ملويه كيف ما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. وغادي ندوز للثانيه حتى هي كيف ما كتشوفوا معايا، غادي نسرحها
الثانيه. يعني هنا راه عملنا الاولى وغادي ندوزو للثانيه حتى هي كنورقها مزيان حتى يبان سطح العمل. صافي غادي نعمل الزبده وغادي نعمل ثاني الكونفيتير وغادي نعمل الكاوكاو ونجيب الاولى نوضعها ونبدا كنلوي. صافي وندوزو ان شاء الله للثانيه. بالنسبه للثانيه هنا غادي نعمل الكونفيتير. المهم انا عندي كونفيتير ديال البرقوق وانتم ممكن تعملوا كونفيتير ديال المشماش ديال الفريز. المهم اللي متوفر عندكم. ما عندكمش ديروا غير الكونفيتير ديال المشماش، ماشي ضروري ديروا ديال الفريز ولا ديال البرقوق. اللي متوفر عندكم غادي نتعملوه. وغادي نعمل عاوتاني معلقه ديال الكاوكاو كيف ما كتشوفوا معايا وغادي نعاود نلويه على شكل ملويه. يعني راه العمليه راها ساهله وواضحه كيف ما كتشوفوا معايا. غادي ندوز للثانيه حتى هي غادي نعمل نفس العمليه اللي عملتها كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نوضع الكونفيتير وغادي نعمل الكاوكاو بهذا الشكل هذا وغادي نلوي كيف ما كتشوفوا معايا. وغادي نلوي الملويه كيف ما درت في الاولى. صافي بهذا الشكل هذا. يعني العمليه راها سهله وواضحه وباينه على هذا الشكل هذا كتجي الملويه ديالنا. هنا الغزالات اللي بغيتو تخدموهم بحال هكذا كتخدموهم هكذا تاني كيجيوكم ساهلين. تخدموهم تقادوهم وتستفوهم وتبداو كتلويو حتى هاد العمليه هذه كتكون ساهله كيف ما شفتوا معايا. صافي هكذا كنلويهم وتنعملهم على شكل هكذا. تنهبطهم وتنخليهم يرتاحوا واحد المده ديال 5 دقائق. صافي ونبدا تنقرص فيهم. ملي كدوز ديك المده ديال 5 دقائق كيكونوا ارتاحوا ليا وكنبدا تنقرصهم على الشكل هذا. غير ما ترقوهمش البنات، فقط غير شويه كيف ما كتشوفوا معايا. وكنبداو كنحطوهم في اللاطه بهذا الشكل هذا. يعني بلا ما تحتاجوا انكم ترقوهم بزاف باش ما يجوكمش رقاق، فقط كتقرصوهم غير شويه بحال هكا وغادي نوضعهم في اللاطه. صافي غادي نوضعهم في اللاطه. اللاطه عندي انا ها هي اللي فرش لها ورق الزبده، ولا ما عندكمش دهنوا غير بالزيت. كناخذ الزبده اللي بقات ليا تندهن بها وجه ديال الملويه. يعني بلا ما تحتاجوا انكم ديروا البيض او الزفوره ديال البيض. في هذه الاثناء راني مسخنه الفران من التحت ومن الفوق، واللي ما عندوش كيحطها غير لتحت عاد كيديرها الفوق. انا مسخناه من الفوق ومن التحت مده ديال 4 دقائق على نار متوسطه. كندخلهم يعني تيطيبوا تيتورقوا. يتورقوا لينا ملي كتدخلوهم الفران والفران سخون غادي يتورقوا لكم بهذا الشكل هذا. كيتورقوا كيف ما كتشوفوا معايا ما شاء الله. صافي كنخليوهم حتى وكان كيطيبوا ويتحمروا لينا. راه ما شاء الله راه في الفران كيف ما كتشوفوا معايا غادي يطيبوا وياخذوا اللون الذهبي. نتلاقاو باش غادي نزينوه. صافي هنا من بعد ما طابوه هانتوما ما شاء الله البنات كيفاش كيجيو غزالين. تيجيو مقرمشين وتيجيو محمرين غير بديك الزبيده بلا ما نحتاجوا اننا نعملوا البيض. هنا باش غادي نزين بالكونفيتير البنات وبكاوكاو. يعني داكشي اللي عملنا الوسط هو زينو بالكونفيتير ديال المشماش ماشي ديال الفريز او البرقوق. يعني داكشي اللي متوفر عندكم هو اللي غديروا. صافي هنا كناخذ الكونفيتير كيف ما كتشوفوا معايا كنوزعوه على وجه ديال الملويه وغادي نرش عليهم الكاوكاو. كاوكاو اللي كنكون هكذا حمرته ودقيته او هرمشته وغربلته. ايوا صافي هنا كنكونوا كملنا الملويات. يا سلام ملويات رائعين كيشهيو غزالين. غير المنظر ديالهم كيشهي تبارك الله. كيجيو غزالين البنات. وسمعوا القرمشه ديالهم كيفاش كتكون ما شاء الله. وشوفوا التوريقه البنات راه تيجي مورق وتيجي معلك البنات بداك الكونفيتير ما شاء الله. هانتوما شوفوا التوريقه كيفاش دايره
يعني راه كيجيو رائعين رائعين. ها نتوما ما شاء الله حليتهم لكم باش تشوفوهم، كيجيو على هذا الشكل هذا. شي حاجه زوينه وشي حاجه اللي غادي تعجبكم. غادي نقول لكم الغزالات، راه الفيديو ديال اليوم راه سهله، وإلا عجبكم كيف ما العاده ما تنساونيش من لي لايك لي كومونتير زوينين ديالكم. البنات اللي اول مره غنضموا القناه ديالي عملوا سبسكرايب وابوني، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. بارطاجيو في مواقع التواصل الاجتماعي مع الاصدقاء ومع الاحباب باش تعم فائده. وغنقول لكم الى اللقاء، وما تنساوش تشجيعوا وما تنساوش لي لايك. وشكرا لكم على الدعم ديالكم، وشكرا لكم على كل شيء كتخليوه في حقي. السلام عليكم.